عليكم. النهاردة هنتكلم عن زمن بنستخدمه لما بنتكلم عن حاجة بتحصل دلوقتي في اللحظة دي بالذات. يعني مثلا أنا دلوقتي بتكلم فهقول I'm speaking. وده اسمه زمن المضارع المستمر present continuous tense. وده بيساعدنا نحكي عن الأفعال اللي شغالة وحاجات تانية كتير. تعال نشوف مع بعض. Let's go. أول حاجة هنتكلم فيها النهاردة الاستخدام بتاع زمن المضارع المستمر. بنستخدمه لما بنتكلم عن حاجة بتحصل الآن happening now. For example, I'm writing a message now. أنا بكتب رسالة دلوقتي. كمان بستخدمه لما بنتكلم عن فعل مؤقت مش دايم زي He is living in Cairo these days. هو يعيش في القاهرة هذه الأيام. كمان بستخدمه للتحدث أحيانا عن أشياء مستقبلية قريبة ومترتب لها زي We are traveling tomorrow. احنا هنسافر غدا. يبقى الحدث ده قريب ومترتب له هيحصل في المستقبل. تاني حاجة هنتكلم فيها هو التكوين الفورم بتاع المضارع المستمر. شكل المضارع المستمر هيبقى ايه؟ هقولك بيتكون من الفاعل وبعدين am أو is أو are بلس الفيرب بلس ing. هقولك ان الاي بتاخد am والهي والشي والات او اي singular noun بياخد is واليو والوي والزي او اي plural noun هياخد are. بعدين الفيرب بعدين ing. For example, I'm studying now. انا ادرس الان. أنا أذاكر الآن. أنا جبت الآي جبت لها am بعدين جبت الفيرب study وضفت له ing. She is eating. هي تأكل. جبت الفاعل she جبت فيرب to be is بعدين جبت الفيرب الأساسي الفعل الأساسي eat وضفت له ing. We are watching TV. نحن نشاهد التلفاز. جبت الفاعل we وجبنا فيرب to be are بعدين جبت الفيرب watch وضفت له ing. ملحوظة خلي بالك معايا عند إضافة ال ing للفعل لازم اخد بالي من الملاحظات اللي هقولها معاك دلوقتي. إذا كان الفعل ينتهي بحرف ساكن مسبوق بحرف متحرك بنضاعف الحرف الأخير قبل ما نضيف ال ing. طبعا عايزاك تراجع معايا الحروف المتحركة ال A وال E وال I وال O وال U. For example, الفعل run لما ضفت له ال ing أنا ضاعفت الحرف الأخير ال N قبل ما أضيف ال ing. كمان hit ضعفت الحرف الأخير التي قبل ما أضيف ال ing. كمان swim ضعفت الحرف الأخير الام قبل ما أضيف ال ing. يبقى لو الفعل آخره حرف ساكن وقبل الساكن في حرف متحرك هنضاعف الحرف الأخير قبل ما نضيف ال ing. تاني ملحوظة معانا النهاردة إذا انتهى الفعل بحرف ال E بنحذف ال E وبنضيف ال ing زي smile smiling write writing. يبقى الفعل آخره E أنا شلت ال E وضفت ال ing. خد لي بالك كمان ان افعال المشاعر والحواس لا تأتي في الاستمرار ما بدخلهاش في الاستمرار زي love like hate feel. love او like يحب hate يكره feel يشعر. ثالثا النفي النيجاتيف. بنفي ازاي في المضارع المستمر؟ انا بجيب السبجكت بلس am او is او are بلس not بلس الفيرب بلس ing. For example, I'm not eating. انا لا اكل. She isn't reading. هي لا تقرأ. We aren't watching TV now. خلي بالك ان النوت اختصارها in apostrophe T. in apostrophe T. رابع حاجة هنتكلم فيها النهاردة وهي الاستفهام. ازاي اكون question؟ ازاي اكون سؤال؟ لو انا هكون سؤال بكلمة استفهام هجيب ال WH question بعدين ال am او ال is او ال are بعدين ال subject plus ال verb plus ing. For example, what is he doing now؟ ماذا هي تفعل الآن؟ He is playing tennis. ماذا هو يفعل الآن؟ هو يلعب تنس. Who is talking؟ من يتحدث؟ أميرة is talking on the phone. أميرة تتحدث في التليفون. يبقى أنا جبت أداة الاستفهام بعدين am أو is أو are بعدين الفاعل بعدين الفيرب بلس ing. أما لو سؤال بفعل مساعد فأنا هجيب ال am أو ال is أو ال are بلس السبجكت بلس الفيرب بلس ing. For example, إذا علي swimming at the moment؟ هل علي يسبح في هذه اللحظة؟ أنا جبت is والis بتاخد فاعل مفرد زي علي وجبت الفيرب وضفت له ing. فأنا هقول yes he is. شوف مثال تاني. Are they reading؟ هل هم يقرؤون؟ لا ده بيلعبوا games. No they aren't.
لك ايه هي الكيوردز اللي بتدل على زمن المضارع المستمر. جهز قلمك وكراستك وقول ورايا يا بطل. الآن now. الآن now. انظر look. استمع listen. في هذه اللحظة at the moment. في الوقت الحالي at present. في هذه اللحظة right now. اليوم today. هذه الأيام these days. For example, he is learning French these days. هو يتعلم اللغة الفرنسية هذه الأيام. يبقى ده حدث مؤقت، وكمان أنا جبت الفاعل وجبت is وجبت الفعل learn وضفت له ing. Look, the baby is crying. انظر، الطفل الرضيع يبكي. أنا جبت subject the baby وبعدين جبت verb to be is وجبت الفعل وضفت له ing. تمام؟ دلوقتي بقى أقدر أقولك إن جه دورك أنت. اكتب لي في الكومنت جملة بالمضارع المستمر زي مثلا I'm learning English with إسراء. أنا بتعلم اللغة الإنجليزية مع إسراء. Keep practicing and see you in the next video. وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. باي.